اللي راهي تحوس على المشاريع السهلة في هذا رمضان باش تعاون روحها. جبت لك هذه الوصفة مضمونة 100%، وإن شاء الله ديري بها حالة في هذا رمضان. إلا ما درتيهاش مشروع، ديريها غير لوليداتك للسهرة وتستبنيها. شوفوا، نضمن لكم البنة الطراوة، هذا الطراوة تقعد لك شحال من يوم، ونعطيك الكمية تاع تمر اللي ما تقعد لك ما تضيعيها. نقولوا بسم الله وندخلوا للوصفة تاعنا. كيما شفتوا في اللي فيديو اللي قبل، انا تمر ما نشريهش واجد، الغرس ما نشريهش واجد، نخدمه لروحي. نشري تمر تاع الحميره، نغسله، نقلع عليه العلفه وكاع، ونفوره ونمرسه. هنا راني باغي نوري لكم العيارات اللي نديروا بها. شوفوا، كاين هذه المغرفه الصغيره يمدوها في القهوه للرجال، وهذه مغرف تاعنا تاع الديسير دائما عندنا في الدار، وهذيك تاع لاكريم. هذه دوك نقول لكم كاع كل وحده اش ديري بها. هنا عندنا 3 كيسان معمرين سميد تاع المقرود، والمغرفه هذيك اللي قلت لكم تاع الديسير ما تكونش معمره ملح. تخلطوا هادو هما النواشف الاولين، ومن بعد تجيبي لي الزيت. شوفوا، اللي بغات نعطيها بالميزان دوك نكتب لها في صندوق الوصف. هنا الزيت عندنا كاس غير صبع، تما عندنا 3 كيلات تاع سميد. انا راني درت غي كاس، وانتي لا بغيتي تزيدي ولا تنقصي هذاك الشيء شغلك. انا كي نعطيك الوصفه وهذه تاع المقادير اللي بتكون بالكيله، تنجمي شويه تحكمي فيها. قلت لكم 3 سميد معمرين، والزيت قل صبع، كاس قل صبع، وتخلطيهم مليح. شوفوا هنا حاجه تاع سميد، كي تشربيها مليح الزيت، تغلفيها كاع بالزيت، من بعد كي تزيدي كميه تاع السوائل ما تخافيش عليها، ما يتعجنش معاك. شفتوا ديك المغرف تاع لاكريم اللي وريتها لكم، هي اللي ديريها خميره تاع خبز. عندي 2 وصفات، عندي هذه اللي نديرو فيها خميره تاع الخبز، وعندي اللي نديرو بها البيكربونات. قلت لكم الا كانت عندكم هذيك المغرف تاع لاكريم صح تجي ممسوحه، ما عندكم شتو هذوك تاع القهوه اللي وريتها لكم اللي يمدوها برا للقهوه، هذيك ديريها نصها. تاليه ديري رشه، خاطر كاين خطرات تمشي كي نقول رشه تخافي كل وحده ويديها لها كانت يدها كبار، هذيك هي الوحده تروح لك. شوفوا تمر بعد اللي نخدمه ونوجده، نديره في ساشيات ونخليه، يا نديره في الثلاجه الفوق يا نديره تحت كي يكون باغي نخدم به غير هذيك السيمانه. هو كاع يقعد تحت وما يخسر، صاي تكوني فورتي ودرتي له صوالحه. هنا تعجنيه بالماء زهر، شويه زيت ولا شويه زبده والقرفه، هذه هي، وتخدميه. شوفي كي يجي طري ويجي صافي، خير من اللي داك اللي نشروه برا تجي فيه واحد البنه. انا بعدا جينيرالمون كي ناكل عند وحده المقرود ونستبنه ما ناكلش. نعاود نجيبو الخليط تاعنا اللي كنا خلطناه، السميد والزيت وديك الخميره والماء، نفس الكميه تاع الزيت، كاس غير ربع. هذاك الماء اللي عندك ليكستري ديري ليكستري تاع المازهر، ما عندكش ديري خلي عمري وخلي العبر اللي باش توصلي له اللي راني نقول لك عليه اللي هو كاس قل صبع، ديريه مازهر، ومن بعد قلتي ترشي وتخلطي. وهنا الخلاط راني وريتكم غير بصباعك ماشي تعجني. انا كي شغل حقرت الكميه درت غير زلافه، كان درتها في حاجه عريضه كانت تبان لكم غايه، صح هكاك وخرج مليح. قلت لكم هذه الوصفه هي تكمليها مع المشاريع اللي راني نمدها لكم من رمضان، هي غير هذه الكميه اللي درتها خرجت لي كيلو وقريب 300. ديري حسابك، قلت لكم ونعطيها لكم بالميزان في صندوق الوصف. تخلطي مليح، ترشيها، ومن بعد كما انا قلت لكم هذا الاناء كان عندي صغير، اذا كان عندك الاناء كبير غير تما وخلطيها بصباعك حتى تولي تتلم في يدك. وكميه الماء هذيك هي، ما تزيديش عليها. دوك نحطها هنا معكم في البلان دو طرافاي،
ونخدمها توجور غير بصباعي حتى اللي تتلم معايا. كم هاد الوصفه قلت لكم اقتصاديه، وهذا الوصفه من بين هادوك اللي قريتهم في الطرابوس اللي درتها قلت لكم في البليده، باسكو هذاك درته سبيسيالمون من المعسلات. وكل خطره نتقاسم معكم وصفه. جربوا هذه مادام ما دخلش مازال سيدنا رمضان ما دخلش، جربوها. وقلت لكم هذه الكميه تقطع لكم مليح، زعما ديريها للسهره تاعك اليوم وغدوه. وقلت لكم ونضمن لكم الطراوه تقعد طريه كما هي. هذيك الطراوه جاتنا من ديك الخماره اللي درناها، والطياب تاعها تاع الحموريه تاني جاتنا من ديك الخماره. هي شوفي جينيرالمون هذيك الخماره، ديك الرشه تاع الخماره هي اللي تخلي لك هاد الصوارح يجوا طريين. فهمتوا؟ بكري ما كانوش يديروا هاد الخماره، بصح دروك مع التطور وكل واحد راه يجرب وكاع، هي راه واحد يفيد واحد. هادو سموهم اسرار المهنه، يعطوهم لك غير في الطرابوس، تكوني مخلصه دراهم يعطوهم لك. هاد الحيه يعرفوها كاع اللي فاتوا كيما انا على الطرابوسات. شوفوا من خلطتها مليح، قلت لكم ما عجنتها ما والو، غير بصباعي وقعدت تلم حتى اللي تلم معايا. هنا قسمتها على 4. كي قسمتها على 4 هي شوفي وزنتها قبل، كي توزنيها تما تعرفي شحال باغي تدخل لك تمر. توزني قلت لكم العجينه وتقسميها على 4، وهذاك اللي تلقيه مجموع اللي لقيتيه هو ميزان تاع التمر. وهذاك التمر كي توزنيه عاودي تاني قسميه على 4 على حساب العجينه. شوف باغ اكزومبل لقيتي نورمالمون تلقي فيها الكميه اللي عطيتها لك تقريبا 840. هذيك 840 تقسميها على 4 تعطيك واحد 210. تاني هذه 210 بالتقريب. من بعد هذيك 210 تقسميها على 4 تعطيك 50 52 حتى 55. هذيك قسميها زعما 55 هي اللي تجيك، ولا 50 هي اللي تجيك تمر، ما يبقى لك والو منها. وهنا شوفوا الطريقه، هنا كاع نعمر بهم التمر، هذيك العجينه كاع نعمرها تمر ونزيرها مليح، خاطش السميد مادام يقعد ينشف معاك. اما انتيا خدمي وغطي، غطيه الاولى يقعد طري، والزوجه ما يضربها لكش الريح باش ما ينشفش ويقعد يتفتت معاك. تقعدي تزيدي في الماء، وكي تزيدي في الماء يخرج لك الحبات يابسين. نتمنى تدو كاع هاد الملاحظات بعين الاعتبار، خاطش اي حاجه اللي راني نقولها مانيش نقولها غير هاك، راني مجربتها. وتعاوني روحك بهذاك الطواصيري اللي كل خطره نوريه لكم. خدمي وقعدي تلوي وتزيري وتلوي وتزيري. شوفوا كيما راني ندير انا، نجي من وسط وندي يديا من هي، ها شوفوا. ومن بعد من نبغي نقطع نوخرها من داك الطواصيري ونقطع. شوفي هذا يجي صغير، غير في التصوير يبان كبير. شوفي راني نوريكم باللي قد الخط هذاك تاع الصبع قطعيه. دونك من تلحق هنا الكاميرا تشوفوه، ها راني نعبر غير بصبعي ونقطع. والخدمي ماذا بك يكون قاطع باش ما يفتتلكش العجينه كيما انا هنايا غبني شويه. شوفوا الحبات كي يجوا شابين، الكميه تاع التمر تجي فيهم باينه. راني نقول لكم هذه الوصفه على ضمانتي، وان شاء الله ديري بها حاله. هذه المشاريع اللي راني قاعد نعطيها لكم تيفوت العيد باذن الله، وربي ان شاء الله يطول لنا في العمر. مورا العيد ان شاء الله نديروا عليها حصه ونشوفوا شكون اللي خدمت وشكون اللي خرج لها هذاك. وشوفوا ما تحشموا ما والو، اي حاجه واي تفسير اعطوني في التعليقات، سقسوني ونجاوبكم عادي. اللي بحرت لها في كاش حاجه تسقسيني ونجاوبها. شوفوا نحط كاع الكميه تاعي ونكون دايره الزيت يحمى، والزيت تكون درجه الحراره متوسطه، ما تطلقي النار ما تنقصي النار. ومن بعد مباشره في الحسل، هذا الحسل اللي طيبته معاكم
هذا العسل تاع الكيكوط انا معتمداته بزاف، يخرج لي شباب. ومن بعد قطريه من العسل، خليه يشرب مليح لو طون اللي طيبي الكميه الزاوجه عاد قلعي هذا الاول. وها هو هنا راه واجد معانا. اللي باغيه ديريه مشروع تقيس عليه داك الجنجلان، اللي ما تبغيش الجنجلان في دارها ما ديرش عادي. قلت لكم هذه الكميه اللي عطاتني تاع 3 كيسان سميد عطاتني كيلو وبالتقريب 300 غرام فوقها. تسمى صحابات المشاريع ديروا حسابكم، واللي بغيتو بالميزان قلت لكم دوك نكتبها لكم في صندوق الوصف. حتى لهنا راهي الوصفه تاعنا كملت. نتمنى من كل قلبي تجربوها وتنال الاعجاب تاعكم، وخلوا لي رايكم في الكومنتير. سلام، للفيديو القادم باذن الله.